مفيش فرق تماما ما بين اللي انا مخزناه وما بين اللي انا هعمله معاكم النهارده. يلا بينا نشوف طريقه التخزين اللي بتفضل معايا من السنه للسنه خضره. وبجد بجد يلا نستغل موسم ورق العنب السنه دي. كان معايا هنا ورق عنب كده زي ما انتم شايفين، كان معايا نص كيلو. طبعا تقدروا تستخدموا الكميات براحتكم، بس انا كل ما بروح السوق بجيب كده نص كيلو على قدي. بعمل ايه؟ بجيب ورق العنب كده زي ما انتم شايفين، وبجيب فوطه تكون ناشفه وتكون نظيفه، وببتدي امسح الورق كده كويس جدا. مش عايزاه، انا مش بغسله، انا بس بمسحه من ان هو بيكون مثلا في تراب او في حاجه مش مستحبه فيه. اما لو انتوا جايبينه نضيف ممكن تمسحوه مسحه خفيفه كده، او ممكن ما تمسحوهوش. انا بقى هنا عندي الورق كده اللي هو كان السليمه الخضر ما فيهاش حاجه، دي بحطها على جنب. اما الورقه اللي زي ديت بقى اللي بيكون فيها حتت سودا كده او تحس ان هي ناشفه شويه، دي برضو بحطها على جنب. خلصت بقى الكميه بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. بحط بقى اللي هي الورقه الخضراء كده زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو، اللي هي السليمه اللي ما فيهاش اي حاجه، اللي هتتخزن معايا من السنه للسنه. دي بقى بسيبها على جنب عشان دي تقعد معايا وقت اطول. اما بقى اللي هي بيكون مثلا ورقها صغير او فيها حته مثلا متنيه، حته مش مستحبه، غامقه جامد، مكشكشه شويه في بعضها، فيها مثلا حتت سودا، ممكن استخدمها ان انا اسلقها واعملها محشي في نفس اليوم، او كمان افرزها. بس هتكون اول استخدامي ليها ان انا اعملها. بعمل ايه بقى عشان خاطر تفضل معايا من السنه للسنه؟ بجيب ورق زبده كده وبقطعه وبقفله كده زي ما انتم شايفين، ان هو يكون ظرف مربع كده بالمنظر دوت. وبعد كده بقى بجيب سكوتش وببتدي اقفله كده بكل سهوله علشان خاطر ما يتفكش مني. وبعد كده بقى بحطه في الفريزر بتاعي. يعني بخصص له مكان ان هو ما تكونش فيه حاجه تقيله عليه او حاجه تفضل تخبط فيه عشان ما يتكسرش مني. هوريكم بقى اللي انا كنت مفرزاه معاه، كنت مفرزاه يعني قبل كده. بصوا بقى زي ما انتم شفتوا في اول الفيديو اخضر، يعني ما تفرقوهوش عن اللي انا مثلا لسه هعمله، اللي انا لسه عملته معاكم. بصوا شايفين الورقه طبعا ناشفه لان هي لسه متلجه من الفريزر. بصوا الخضار. طبعا لما بنيجي نسلقه او نيجي نسويه بنسلقه عادي جدا، بنسخن الميه وبنسلقه عادي جدا وبنستخدمه محشي عادي. بصوا حتى بصوا هتلاقي يعني باين التلج اللي هو فيه. طبعا هقفله بقى واشيله، ودوت بقى هفرزه او هعمله. انا بصراحه كنت هعمله النهارده محشي، ودوت اللي انا خزنتهم معاكم النهارده. يلا لو انتوا لسه ما عملتوليش لايك او اشتركتوا في القناه، يلا انزلوا اشتركوا.